فيلم النهاردة في غاية الروعة. قبل ما نبدأ الفيلم صلى على النبي في الكومنتات ويلا بينا. الفيلم بيبدأ في أوزبكستان، وبنشوف واحد اسمه صقر وهو لسه مترحل للسجن، وبيكون في واحد مراقب السجن من بره وبيكون اسمه يكن. وبنشوف صقر وهو وقت الأكل وبيختار شخص معين وبيديله عملة دهب مقابل خدمة عاوز يعملها له. وبعد كده بيروح للشخص اسمه كوساي وبيقوله إنه دخل السجن علشان يهربه. وفي الوقت ده كان بيبقى مهكر سيستم السجن وبيعرف إنه يفصل كل الكاميرات. والشخص اللي صقر اداله العملة الدهب بيقوم بيعمل مشكلة مع شخص عشوائي، وبيقوم كمان صقر وبيخلي السجن كله فوضى. وبيعرف ياخد مسدس من فرد أمن وبيبدأ ياخد قصاية وبيحاول يهرب بيه من السجن. وبنعرف إنه محترف جدا في القتال، وبيكلم يكن وبيقول له إنه عاملين حسابهم إنهم يفجروا السجن من بره. وفعلا بيعمل كده وبيركب العربية وبينجح إنه يهرب بقصاية من السجن. وبيستغرب صقر لما يكن بيقتل قصاي وبيقوله إنه هو عاوز من جسمه شريحة علشان يسلمها للعصابة اللي طلبوها منه مقابل فلوس. وبنروح بعدها لندن وبنشوف صقر وهو قاعد في حانة وبيفتح صور لأصحابه، وبنعرف إنهم كانوا أشهر عمليات خاصة، بس هما التلاتة سابوا الشغل وتابوا إلا صقر. وقتها بيجيله يكن وصقر بيفاجئه وبيقوله إنه عاوز يبطل شغل المرتزقة وإنه عاوز يعيش حياة طبيعية بهدوء. فبيقول له يكن إنه ما ينفعش يعيش الحياة دي وإن الحياة دي مش بتاعته. ولكن في الآخر يكن بيقتنع وبيحذر صقر إنه بيقول له إن كل العصابات دي هتعرفك لو ضربت طلقة واحدة. وبنسيب صقر وبنروح للمؤلف فيلال وبنلاقيه بيتخيل نفسه بشخصية اسمها ممدوح كناريا وإنه بطل جدا وبيخلص على جيش كامل بنفسه. ولكن بنشوف الحقيقة إنه هو تافه جدا، وكمان مديره بيزعله إن كل رواياته متباعش منها ولا نسخة. وبتتصل بيه مراته وبنعرف إنها دكتورة تجميل وبتطمن عليه وبتقوله إنها هتخلص شغلها وتروح لابنهم مالك علشان عنده ماتش مهم النهاردة. ولكن بلال أول ما بيعرف كده بيقول لها إن هو هيروح علشان ابنه مش بيعرف يلعب غير بالتوجيهات بتاعته. فمراته ليلى بتقلق لأنه لما بيروح له بيبوظ الدنيا أكتر بسبب إنه عبيط، فبتسيب الشغل وبتروح وراه. وبلال لما بيروح بيلاقي ابنه بيلعب كويس، لكن أول ما بيشوف أبوه بيلعب غلط لأنه عارف إنه هو يكسفه قدام صحابه بسبب تفاهته. وفعلا بيفضل يقول لهم تعليمات تافهة وبيخسروا الماتش بسببه، وابنه بيزعل جدا. وليلى بتوصل متأخر وهم مروحين، ومالك بيكون زعلان من أمه إنها ما جاتش من بدري بس قالت له إن هو بابا جه. بس مالك بيقول لها إن المشكلة إن هو بابا جه فعلا. وهنا بلال بيتأثر بكلامه بس مش بيرضى يعلق وبيسكت. ولما بيوصلوا البيت بيلاقوا في واحد بيعزل جنب بيته ومعاه عربية فيراري جامدة جدا، بس بلال بينزل وبيزعقله علشان هو حاطط حاجات كتير جنب بيته. وبنلاقي إنه صقر بس بيقوله إن هو اسمه شاهين، وبنكتشف إن دي الشخصية الجديدة اللي عملها لنفسه بعد ما ساب شغل المرتزقة. والغريب بقى إن بلال بيفضل يزعق فيه وشاهين مش بيرد عليه وبيتأسف له. وكان في أطفال بيلعبوا كورة وبيشوطها بالغلط ناحيتهم، بس رد فعل شاهين السريعة بيوقفها بسرعة فبتخلي بلال ينبهر بيه. وبنروح لرئيس عصابة وبيكون اسمه أبو أنس، وبنعرف إن هو أخو قصي اللي مات، وبيبقى عارف إن هو اللي كان مموته، وبيكلف رجالته إنهم يدوروا عليه علشان يجيبوه ينتقموا منه. وبنروح لبلال مرة تانية وهو حماته وبنتها فرح. وفرح بتخبط الموتوسيكل بتاع شاهين وبتكون متضايقة جدا علشان أمها كل شوية بتجيب لها عريس بس هي مش بتكون موافقة عليهم. وشاهين بيجي وبيوزع عليهم ورق محله الجديد بتاع الحلويات اللي هيفتحوا في الكومباوند. وحماد بلال أول ما بتشوفه بتفضل تقول له كلام حلو علشان يتجوز بنتها فرح. وشاهين هو كمان بيزود الموضوع وبيفضل يقول لها إن هو عاوش لوحده وأعزب. وبنلاقي بلال متضايق جدا منه وبيفضل يرخم عليه وبيدخل حماته البيت بالعافية. وبنروح ليوم افتتاح محل الحلويات بتاع شاهين، وبتكون ليلى وأختها ومامتها بيروحوا، وبرضه بتفضل تلمح إنه يتجوز بنتها. بس كالعادة برضه بلال بيكون متضايق منه وبيفضل يبوظ الموضوع. فبعدها بكام يوم شاهين بيروح له مكان شغله علشان يحاول يحسن العلاقة ما بينهم. وفي وسط كلامهم شاهين بيتريق على رؤية بلال بس بيرد عليه إن رواياته كلها مغامرة، وإن الشخصية الخيالية اللي بيكتب عنها اللي هي ممدوح كناريا أخطر عامل سري، وإن أي حد بيشوفه معناها إنه كده هيموت. فشاهين بيحس إنه بيتكلم عنه بس بشخصية صقر، فبيقول له مفكرش قبل كده يعمل رواية إن العامل السري بيقرر إنه هيبطل الشغل ده وإنه عاوز يبقى في حاله ويتجوز ويخلف ويعيش حياة مستقرة.
بس بلال بيبقى شايف إن تبقى حياة مملة جدا. وبنروح لعصابة أبو أنس وبنلاقيهم إنهم وصلوا ليكن وبيعذبوه علشان يعرفوا فين الشريحة اللي كانت في جسم قصي أخوه. بيقول لهم يكن إن الشريحة مع واحد اسمه صقر بس مش هيعرف يوصلوا له، وبيفضل معاهم لغاية ما يوصلوا بصقر. وبننتقل لصقر وبنشوفه وهو باصص من البلكونة لبلال وهو قاعد مع عيلته، وكأنه بيحسده على الاستقرار والهدوء اللي هو عايش فيه، وإنه نفسه يبقى زيه في يوم من الأيام. ولما بينزل يرمي الزبالة بيلاقيه، فبيفضلوا يتكلموا وبنعرف من كلامهم إن بكرة في احتفال عائلي في الكومباوند وإنه هيروح معاهم. وفعلا بنشوفهم في الاحتفال ده. وكالعادة برضه بنلاقي أم فرح بتبذل كل مجهودها إنها تقرب شاهين من بنتها، ولكن بيتفاجئوا لما واحد اسمه كريم بيجي ويسلم على فرح، وبنعرف إنه صاحبها. وأمها بتبقى شايفة إنه شاب تافه فبتعامله بقرف. وبنروح لبلال وشاهين وابنه وهما في البنزيمة، وبيكون بلال بيسحب فلوس وابنه شاهين بيكونوا قاعدين في العربية مستنيينه. ومالك بيسأل شاهين لو هو فعلا شاف أبوه وهو بيضرب حد قبل كده، وشاهين بيقوله إن أبوه بطل وبيفضل يفخم فيه. وأثناء كلامهم بيلاحظ شخص غريب بيدخل البنزينة، فبيدخل وراه وبيروح لبلال وبيقوله إن جت فرصته عشان يثبت للكل إنه بطل بجد ومش جبان. وبيقوله إن الشخص ده حرامي وإن هو هيروح ويمنع السرقة دي. والحرامي بيبدأ يسرق فعلا، وبلال بيتشجع وبيروح يمنعه، بس الحرامي بيعوره بسهولة. فشاهين لما بيشوف كده بيروح وبياخد منه المطوة، بس بيتفاجئ لما الحرامي بيطلع مسدس، وكمان بينادي على ناس كتير تابعه وبيقفوا معاه. وبرغم من انهم بيبقوا كتير جدا بس بكل شجاعة شاهين بيعرف يخلص عليهم كلهم. وبلال بيكون منبهر جدا من مهاراته في القتال. وقتها شاهين بيكسر كل كاميرات المراقبة وبيدي المسدس لبلال، وبيدخل ملك ابنه وبيلاقيه هو اللي انضرب العصابة كلها. فبيظهر بلال انه بطل وشجاع قدام ابنه وقدام الناس كلها. والموضوع بيتشير وكل الناس بتيجي وبتعمل معاه لقاءات صحفية، ومصر كلها بتتكلم عن شجاعته. وابنه كمان بيبقى فخور بيه جدا، وكمان كل رواياته بتتشهر. بس برضه بلال بيفضل يفكر ان شاهين ده اكيد شخص مش عادي، علشان كده كل يوم بالليل بيتسحب وبيحاول يدخل فيلته. بس اول ما بيخش جرس الانذار بيضرب وبيشتغل والكاميرات كلها بتتجه ناحيته، وبتطلع اسلحة كمان في اتجاهه، فبيخاف وبيطلع يجري من الفيلا. وبنلاقي بلال بيقنع فرح انها تدي فرصة لشاهين وتنزل معاه، وبعد محاولات منه ومن امها بتوافق فعلا. وبيروح لشاهين وبيقول له انها وافقت وان الباقي ده بقى عليك انت يا بطل. واثناء كلامهم تليفون شاهين بيفضل يرن، وبلال بيكون مستغرب وبيقول له ان هو يرد بس هو بيرفض، وبيغير الموضوع وبيقوم علشان يجيب اكل. بس طبعا بلال بيبقى عنده فضول وبيرد على المكالمة، وبيطلع انهم عصابة ابو انس. وبلال بيكون فاكر انه مقلب وبيقفل المكالمة وبيسيبه. وابو انس بيسأل يكن اذا كان هو ده صقر ولا لا، وبيقول له يكن ان هو، بس بيكون يكن ما يعرفش مين ده اصلا. ولما بلال بيروح فيلته بيلاقي ليلى مراته بتاخد مالك وبيروح حفلة صاحبتها، وبتسيب مع بلال ملكة بنته. وبنلاقي شاهين خارج مع فرح وبيقضي وقت حلو مع بعض، وبتقول له فرح انه يا ريت ما يكدبش عليها ويقول لها كل حاجة بصراحة ويحكي لها عنه. وكان لسه هيحكي لها عن حياته بس بيجيله انذار على تليفونه ان في حد بيحاول يدخل الفيلا، وبيستغرب جدا لما بيلاقيهم رايحين على فيلة بلال، وبيبقى فاكر انهم الرجالة اللي اشتبكوا معاهم في البنزيمة. وبيقرر ان هو يسيب فرح ويروح يلحقه. وفي الوقت ده بلال بيكون طالب اكل، بس بيكتشف ان الدليفري بيبقى واحد من عصابة ابو انس، وبيبقى لسه هيفتح له بس شاهين بيقدر يخلص عليه. وبلال بيبقى مستغرب هو راح فين بس مش بيهتم. وبيدخل شاهين وبيخبي بلال وملكة بنته وبيبدأ يشتبك معاهم، وبيكون القتال صعب جدا بس بيقدر انه يخلص عليهم كلهم. وبيروح لآخر واحد قبل ما يموت علشان يسأله هو تبع مين، فبيقول ان هم جايين علشان يقتلوا صقر، وبيشاور على بلال وبيموت. وشاهين بيفهم ان دول اكيد عصابة من اللي عداهم في شغله وانهم فاكرين ان بلال هو صقر. وليلى بتتصل ببلال وبتقول انهم راجعين بسبب ان فرح ما زالت شاهين ان سابها ومشي، وطبعا بيكون مش عارف هيقول لها ايه على الجثث اللي موجوده في الفيلا. واول ما بيوصلوا بيعملوا ان البيت بيولع وبياخدهم وبيقعدوا عند شاهين، ولما بيروحوا فيلته بياخدوهم لمكان سري جوه الفيلا. وشاهين بيعرف بلال انهم هيروحوا للفرقه السريه بتاعته اللي بطلوا شغل، وفعلا بيروحوا. ولما بيشوف اول واحد اللي هو نصر مش بيعرفه لانه بيكون اتغير جدا عن زمان لما ساب الشغل. وبيقابل باقي فرقته بيلاقيهم انه بقوا عايشين حياه طبيعيه كانهم ما اشتغلوش الشغل ده قبل كده. وبيعرفهم انه يكن شكله اتخطف وانه اكيد بيحاول يتواصل معاه علشان يوصل له.
وفعلا بيقول لهم ان يا كان رن عليه كتير بس هو ما ردش. ولما بيسالوا بلال بيقول لهم ان هو اللي رد على التليفون بس ما كانش قصده، وانه كان عنده فضول مش اكتر. بس وهما بيتكلموا بتيجي ناس تانية وبتهجم عليهم. بس اللحظة دي بنعرف انهم مش عصابة ابو انس، وانهم عصابة اسيوية، وبيبقى شاهين مش فاهم من دول. بس بيبدأ يشتبك معاهم وبيخلي بلال يركب العربية لحد ما بيخلص عليهم. بس وهو بيتقاتل معاهم واحد منهم بيسوق ببلال، وشاهين بيجري وراه علشان يلحقوه، وبيقدر يخلص عليهم وبينقذه. ولما بلال بينزل من العربية بيعرفه ان هو مش هيكمل، وبيقول ان هو هياخد اهله ويهرب ويسافروا بعيد. بس بيقنعه صقر انه لازم يكمل معاه، لان لو ما عملش كده هيموت، لانهم فاكرين ان هو صقر ومش هيعرف يدافع عن نفسه. وفعلا بيضطر ان هو يوافق. والفيلم ده لذيذ وطويل جدا، وانا مش عاوز افوت لكم اي تفصيلة، فانتظرونا بقى في الجزء التاني منه. سلام.